لمعين الشعباني بالي جان كلود والتسديد. السلام عليكم خوتي، مبروك لفريق نهضة بركان التفوق والفوز على فريق الهلال السوداني والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الزعيم المغربي فريق الجيش الملكي. هذا الفيديو هذا جبنا لكم سريع وحطينا لكم ابرز اللقطات اللي كانوا في هذه المقابله. غنشوفوا اخطاء الكارثيه اللي دار انس الزنيتي، الحكم الفار اللي صفر على ضربه جزاء اللي كانت واضحه باش ما يخرجوش الكراغيله والفراعنه يبقاو يهضروا بزاف ويقولوا لا بيلانتي ما فيهش. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوف قناه مول البالون نتمنى انك تشترك ليصلك دائما الجديد. والسلام عليكم، نبقاو وتفرجوا في فيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الجانب اليمين أدام كوليبالي نيتي يحمد الله لأن الحكم احتسب ضربة جزاء بعد الرجوع للفار الفريق النهضة البركانية. كما كتشوفوا أخطاء الكارثية، وهذا الخطأ الكارثي اللي طاح فيه أنس الزنيتي دائما كيسبب مشاكل الفروق اللي لعب لهم أنس الزنيتي. هنا الهدف اللي تسجل على فريق بركان من تسديده صاروخيه المهاجم الهلال السوداني. كما كتشوفوا خطأ كارثي ديال أنس الزنيتي. الحمد لله كما كنقولوا ان الحكم احتسب ضربه جزاء. بالي جان كلود والتسديد باش نجزموا في الامر. هنا ضربه جزاء اللي كانت واضحه بلا ما يخرجوا لنا الكراغيله ويخرجوا لنا الفراعنه بدا يقول لنا لا الكولاسه او ضربه جزاء غير موجوده او لا الظلم ديال الهلال السوداني اليوم في مباراه ديال بركان. هدف اللي تسجل اللي كان هدف صحيح، لكن الخطا اللي كان قبل من الهدف هو اللي خلى المباراه تمشي في منحى اخر. هدف ديال بركان ضربة جزاء اللي واضحة وضوح الشمس على الحكام، والتصدي اللي كان خرافي صراحة الحارس الهلال السوداني واللي خلاهم في المباراة. لكن الهدف الأخير اللي جاء عن طريق نهضة بركان كان هدف رائع، هدف متقون في الدقيقة 92. كما كنقولوا التجربة وعامل التجربة والخبرة عند الفريق البركاني اللي خلاهم انهم يربحوا هذه المباراه. وكما كتشوفوا هنا التغطيه الدفاعيه اللي كانت كارثيه لفريق الهلال السوداني في اخر الدقائق. هنا كما كتشوفوا من زاويه اخرى فريق بركان كان متفوق. خطا كارثي كما كنقولوا لفريق الهلال السوداني اللي خلاهم انهم يضيعوا مقابله من بين يديهم ويمشيوا للنصف النهائي ديال دوري ابطال افريقيا. الهدف كان رائع لفريق نهضة بركان. كما كنقولوا التجربه عامل التجربه هو اللي خلى بركان يدير الفريق. مبروك على فريق النهضة البركانية التأهل مواجهة الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.